صندوق الاستثمارات العامة يمتلك في المملكة العربية السعودية 4 أندية، هي المملكة الهلال العربية والنصر السعودية. والاتحاد والأهلي صحيح. بالتأكيد، بالإضافة إلى نيوكاسل في إنجلترا. لو عقدنا مقارنة يعني ما بين الأندية الخمسة سنكتشف من بداية استحواذ الصندوق في المملكة العربية السعودية على الأندية الأربعة وبدء مشروع استقطاب النجوم أن نيوكاسل هو أقل قياسا بنيوكاسل في إنجلترا، هو نيوكاسل الأقل إنفاقا من الأندية الأربعة المملوكة للصندوق في المملكة العربية السعودية. نادي الهلال السعودي هو الأعلى إنفاقا بين الأندية الخمسة، أنفق 479 مليون يورو في آخر موسمين، وهو في المركز الرابع عالميا من حيث الإنفاق في آخر موسمين. يأتي بعد ذلك النصر، أنفق 340 مليون يورو في آخر موسمين وهو في المركز التاسع ثم عالميا. ثم في المركز ال13 النادي الأهلي أنفق 293 مليون يورو، وفي المركز ال17 عالميا نادي الاتحاد أنفق 260 مليون يورو، ويأتي في المركز ال25 على مستوى العالم نادي نيوكاسل الذي أنفق 216.3 مليون يورو. وبالتالي نيوكاسل أنفق أقل بقليل من الأندية المملوكة للصندوق في المملكة، لكن يجب الوضع في الاعتبار أنه منذ استحواذ الصندوق على نيوكاسل في أكتوبر 2021 أنفق 502 مليون يورو، في المقابل باع لاعبين بحوالي 140 مليون يورو.